دولة اعلنت انها تحافظ على روح الخطيبين بتاعتها. والله هذا حدث، واسالي حضرتك وكالة الانباء وهذا الكلام موجود على جميع المواقع. الناس بتستغرب بره من هذه التصريحات يا جماعه، مش معقول. احنا وليين انفسنا، والله هذه اهانه لانفسنا. اللي احنا فيه ده نتيجه ايه يا سياده اللواء؟ هل نتيجه ان احنا اهملنا سينا، ولا نتيجه يعني له يعني اسبابه ايه من وجهه نظرك؟ لا بالتاكيد احد الحاجات وطبعا اهمال سينا واستمرار الاهمال في سينا ده بالتاكيد ده احد الحاجات. نمره 2 السماح بدخول الاسلحه كلها، والسماح باهانه الدوله، والسماح باهانه الشرطه، والسماح بالخطف. احنا قبل كده خلي بالك اذكرك ان كان في سياح امريكان اتخطفوا وطلبوا مطالب وافرج عن معتقلين مقابل الافراج عن السياح الامريكان. وايضا المراقبين الدوليين اللي في الجوره، في منطقه الجوره في سينا، عندما تم اختطاف بعض منهم 6 لواري ومجموعه 21 من المراقبين، وتم تقديم طلبات افرج عن المعتقلين. كل هذا حدث في الاشهر الماضيه، وبالتالي الموضوع اصبح قاعده بقى، امسك وسيب وانا اسيب. فهذا الكلام احنا اللي بدانا فيه، واحنا اللي بدانا قدمناه، الدوله قدمته، وبالتالي بنتحمل ما تبعيات هذا. فمشكله سينا دي مشكله جزء من الكل، ولكن الكل هو عدم معالجه الامور بشكل صحيح. طب احنا ما زلنا مستمرين في هذا. طب الجيش مستعد هناك، يعني لماذا هذا؟ ومستعد بقاله شويه، لماذا هذا الاستعداد اذا كان مستنيين امر من الرئيس؟ ما هو لا يمكن اطلاقا الجيش هيتحرك الا بتعليمات من القياده الاوليه للقوات المسلحه. الدستور بتاعنا اللي احنا رحنا استفتينا عليه والناس اقرته بتقول ان القائد الاعلى للقوات المسلحه هو رئيس الجمهوريه. هذا الكلام مطلوب عليه في الدستور، والقوات المسلحه لها قياده عامه تأتمر بالقائد الاعلى. فلا بد ان يكون هناك امر واضح صريح معلن، مش سري، معلن للراي العام ان هناك قد القائد الاعلى قد امر القوات المسلحه بالتحرك. تمام، هذا هو لا يجب التعمل. تمام، انا بشكرك سياده اللواء، شكرا لحضرتك. هنروح لفاصل للاذان ونرجع مع والد احد المختطفين. شكرا لواء سامح سيف اليزل.